السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أطاب الله مساءكم. ما تنسوش علشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. وحشتوني، رجعت لكم بعد بداية الدوري العام المصري، دوري النيل، اللي بدأ بفوز طلائع الجيش على البنك الأهلي 2-0 في مباراة رائعة. التصوير بقى مختلف في الدوري المصري. أنا شايف لغاية دلوقتي المنظومة التحكيمية ماشية برضو كويس، الملاعب كويسة، الفرق مدعمة تدعيم كويس. ده كان أول يوم في الدوري العام المصري. طلائع الجيش فاز على البنك الأهلي 2-0. تاني يوم بدأ بمباراة الساعة 4 زد الوافد الجديد في الدوري العام المصري بتدعيمات كل الفرقة حديثة، قدر انه يكسب الاسماعيلي 1-0. خدوها مني معلومة، الاسماعيلي هيعاني السنة دي. الفرق اللي ما دعمتش بلعيبة السنة دي، لأن كله مدعم باستثناء فرقتين أو 3، الفرق اللي ما دعمتش دي هتعاني السنة دي ومعاهم طبعا نادي الإسماعيلي. المباراة التانية كان سيمفونية، الأهلي يقصو على النادي المصري 4-0 مع الرأفة. مش عايزين ننسى إن المصري يعتبر بيلعب بداية من الشوط الثاني ناقص لاعب، باهر المحمدي، لحصوله على البطاقة الثانية. الأهلي بادئ بداية قوية حتى عشان يخرج من هزيمة السوبر الإفريقي، بداية جيدة في الدوري. مش عايزين ننسى إن النادي الأهلي حامل اللقب. كولر بقى عنده قماشة كويسة. شفنا أسيستات إمام عاشور، شفنا رضا سليم، الأهلي فايق. شفنا عودة كريم فؤاد، الأهلي فايق، الأهلي تقيل. أعتقد إن المنافسة السنة دي هتنحصر ما بين النادي الأهلي وبيراميدز. الزمالك طبعا اسم كبير، بس ممكن لو دخل في المنافسة هيجي من بعيد. طبيعي بعد الأهلي وبيراميدز هيبقى الزمالك، لأن الزمالك من الفرق برضو اللي ما دعمتش السنة دي. احنا شفنا نادي الزمالك برضو خسر من فريق ضعيف جدا في جيبوتي، أرتا سولار، مركز شباب أعتقد، هزيمة تقيلة 2-0. طبعا احنا عارفين المشاكل اللي فيها نادي الزمالك، بس خلاص أعتقد إن محبين نادي الزمالك لو وقفت جنب نادي الزمالك هيعوا، بس لازم يكون في انتدابات. بالفرقة دي صعب. الفرقة دي انت بتتكلم على 2 نجوم كبار بس، فتوح وزيزو. شيكابالا نجم كبير بس السن برضو. اذا كان جمهور نادي الزمالك بيتريق على النادي الاهلي ان جاب مدة 35 سنة، فاذا كنا هنتكلم على شيكابالا فشيكابالا لعيب كبير، بس برضه تعدى 37 سنة، 38 سنة أعتقد، فمجهوده مش هيدي كتير. الزمالك عنده مباراة قوية يوم الخميس مع بيراميدز، مباراة تكسير عظام، لأن هيبان الفرقة اللي هتنافس النادي الأهلي. بيراميدز بالسكواد الجديد والانتدابات الجديدة فرقة تقيلة، والكل متوقع ان هي تنافس النادي الاهلي السنه دي. لو قدر يكسب نادي الزمالك هيركب الطريق، هيعمل رعب لفرق الدوري. لو الزمالك كسب بيراميدز اعتقد انها هتبقى خطوه لاستعاده هيبه نادي الزمالك في الموسم الجديد. احنا عارفين نادي الزمالك خرج الموسم اللي فات 0 بطولات،
0 بطولات، وعارفين المشاكل اللي عنده وما زالت، بس في طريقه للحل. الاسماعيلي زي ما قلت لكم هيعاني. فرقه المصري النهارده بحمل الهزيمه لباهر المحمدي اولا، وثانيا لعلي ماهر. انا مطرود مني لاعب وبلاعب الاهلي وخسران 1-0 من الشوط الاولاني، افتح الملعب. النادي الاهلي النهارده لو كان كمل بقوه زي ما بيلعب كانت بقت هزيمه تقيله تاريخيه للنادي الاهلي ضد المصري. النادي الاهلي عشان خلاص استريح للنتيجه فبقى الموضوع عادي، بيمشي كوره. حتى انا عندي النهارده يعني حاجه غريبه من حكم المباراه كابتن محمد عادل. انت مدي 6 دقايق وفي لعيب من المصري وقع اثناء ال6 دقايق، يعني المفروض ال6 يبقوا 7. انت انهيت في 4 دقايق وحاجه. هو مش عارف، مش عايزين ننسى موضوع الاحتواء. انت مدي 6 دقايق انهيت عند 4.5، وكان في خلال ال4.5 لعيب من المصري وقع دقيقه، وانت عارف ان هي لتضييع الوقت. يا ريت تدي كل واحد حقه. انا لسه بشيد بالتحكيم المصري السنه دي، المباريات اللي انا شفتها التحكيم ماشي كويس. نكمل بقى كده، مفيش احتواء. لو فرقه خسرانه 10 احسب عليها ضربه جزاء، كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه. احنا عارفين ان كان الاهلي النهارده بيغيب عنه حسين الشحات وكهربا للايقاف، ده 6 مباريات وده مباريتين، بس الاهلي كسب. الاهلي عنده سكواد جامد، عنده دكه تقيله، عنده لعيبه جامده السنه دي. حتى لو في شك في المهاجم فالاهلي عنده بدائل كتيره. تمنياتنا للكره المصريه بالتوفيق ان شاء الله، ونشوف دوري جميل، دوري بتحكيم رائع، بملاعب رائعه، بتسوير جيد، ونشوف منافسه تبقى قويه. كل الفرق دعمت باستثناء فرقتين او 3، فهتشوف فرق قويه. احنا شفنا النهارده زد، فرقه لسه اول فوز ليها في تاريخها في الدوري العام المصري. ما تنسوش عشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.